جربتي تعملي الجيلي تورتة؟ النهاردة هنعمل تورتة الجيلي بأسهل وأبسط طريقة، وطعمها يجنن، والألوان من جوه خطيرة، درجات الألوان من جوه تجنن بجد، كبار وصغيرين بيعشقوها. جبت 3 باكت من جيلي دريم، جبت بقى الفراولة والمشمش والتفاح، وبدأت كده ان انا اخد الباكت ادوبه في نص كوباية مية سخنة، واول ما يدوب البودر تماما هجيب بقى بولة واحط فيها معلقة من الجيلاتين البودر، عليهم معلقتين كبار من المية السخنة، يدوبوا تماما، اضيف بقى الجيلاتين على الجيلي بتاعنا وادوبه تماما. اي قالب سيليكون عندك كده بدهنه كده مادة دهنية، انا دهنته كده ببخة من الزيت ووزعته بالفرشة، ونزلت بطبقة الجيلي ودخلتها الفريزر تتماسك لمدة نص ساعة. وعملت الطبقة التانية باكت بقى من الجيلي ودوبته في نص كوباية مية سخنة. اول ما يدوب تماما هروح جايبة معلقة من الجيلاتين البودر، معلقتين من المية السخنة، وهدوبهم تماما، وهنزل بقى بالكلام ده كله على الفريزر بتاعنا، ندوبه تماما. الطبقة الأولانية اتمسكت، وهنزل على طول بالطبقة التانية، هدخلها الفريزر برضو لنص ساعة، واعمل الطبقات كلها بنفس التكنيك. عملت بقى فراولة وعملت تفاح، دوبي الكيس الأول في مية سخنة، وبعد كده دوبي الجيلاتين في معلقتين مية سخنة، ونضيف كله على بعضه، ونحط بقى الطبقات على بعضيها. اخر 2 باكت من الجيلي دوبتهم في مية سخنة، وبعد كده حطيت معلقتين من الجيلاتين البودر دوبتهم في 4 معالق مية سخنة، ودوبي بقى كل الكلام ده كله كويس. الطبقات بتاعتي اتمسكت، انزل بقى بالطبقة بتاعت الجيلي كده الفراولة وادخلها برضو الفريزر. تعالي بقى نعمل اخر طبقة، كوبايتين من اللبن او الحليب، معلقتين من السكر، معلقتين من الجيلاتين البودر، هندوبهم بقى على البارد وارفعهم على النار لحد الغليان، واسيبهم يبردوا تماما، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. هطلع بقى تورتة الجيلي وانزل بقى بالطبقة بتاعة الحليب، هي كانت دافية فقلبت على بينك، بس كانت لونها خطير. حطيها بقى في الفريزر كده لمدة ساعتين، شيلي بقى السيليكون كده. شايفة الجمال والحلاوة؟ شايفة التورتة وجمالها؟ تورتة جيلي خطيرة، ميكس الألوان يا جماعة يجنن. من النهاردة مش هتشتري جيلي فروتس من بره تاني، طريقة جديدة وسهلة، وميكس الألوان خطير، وكمان المطة خطيرة. شايفة بقى التماسك والألوان والجمال؟ جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.